من أجل استهلاك مادة الزئبق. كما أكد نفس المصدر أن الإدمان على المخدرات في تونس ارتفع بنسبة 70% بعد الثورة، فيما لوحظ أن 30% من الفتيات في تونس يدمن على المخدرات، كما أن 60% من المدمنين هم من الفئة العمرية بين 13 و18 سنة. في خبر آخر، أظهرت الدراسات الميدانية أن 30% من فتيات تونس مدمنات على مختلف أنواع المخدرات، وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطالبات بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40% مقابل 60% من الذكور. كما جيت راجل انا نخلي مرتي تتقطع برور وبحور من غير ما تشاورني. ينام كل نهار لي ساعة كده في الترخيص على الباسبور، ولا توا معقولة تهز من عندي الفلوس صغيرة باش تشري حاجة وهي مسافرة لبرا، ومن بعد نلقى روحي في وسط الرجال زعما راجل. لا يقول لما مرة هذه باش نوقفها عند حد. هبلت ان شاء الله. ان شاء الله في راسك. في راسك انتي. اي باهي مليح، تلهيفك الشيء اللي تمزت فيه كل دقيقة. ملا هدرة السخطة قديش يسطح على هم. مش من مكتوب بوك. شو خبيرة وانتي خايفة عليها وترعش؟ ايش فيها الفليجة؟ استنى، الفليجة هذيا؟ شو؟ ملابس داخلية. انا السيديتات الداخلية ما لقاش شكون يخايف ملابس. يا ولدي افهم. الهبة اللي تجيبوا فيه من الخارج. الله يذهب شيء. الله يذهب شيء. دابا ولم يعد. ما عاد وين التحليفة؟ يا تعرف التحليفة! صح يا ليلى. هذاك الخلاف بتاع التحليفة وتخش للواحد. استوى هات ولا غير استوى. يا حسرة التحليفة. وكمان محتوى تبع. طبخت البزون خرموها يا ابو حنيف، خرمت. والله خربيت والله ما مسيت. كذا عامين. امين امين. ايه اشكي لي يشكت فيك حبة، يشكت فيك. شوية من الزيت. احنا بعدين بيك ونحكي بدي ريحه مش حابه تنحى من خشب. ما فهمتش ياه توا انت وحسيت بالريحه اللي عملتها على خاطرك انت. هذه ريحه برفان. من شنو شكون عملتها مولك انت يا عزيزي؟ وانا قلت ريحه الموت منين. ادخل ارقد وقعها باهي. اي وانت تشد خشبي يا حبي مش مشكله.
اعطيني شم كيف نعطيك قطع نصفر لك بروحك نطلع لك بروحك قلت لك هات عمتي امي اختي اهلي ماليه تسوى بالشمع من الحدود قلت لك هات شد الله لا يرضى. هذا عقاري مهما شكلين الشعب كله نسينا يا اخي قطعت الرحمه من قلوبهم دينهم وفلوس المهم لم وعبي لم وعبي لم وعبي نسيني تما ربي روح تما ربي تما ربي باكل شارب لابس اللي تطلب تلقى. ما انت راك نعودانك انت راك دلول امك. امي هذاك الهم اللي نحكي لك عليه انت ما تعرفش نقول لك مش وقت اللي نجي نخطبك تقول لي امك بيها وعليها نقول لك شيء امي